الاهلي بيتعادل سلبيا مع غزل المحله في ملعب ميلتا باور بقياده الكابتن علاء عبد العال. والمحنك خوزيه ريبيرو. الحقيقه يا جماعه غزل المحله وصل للنقطه الرابعه في الدوري ب4 تعادلات سلبيه. يعني لك ان تتخيل ان فرقه الكابتن رضا عبد العال 4 مباريات في الدوري بزيرو من الاهداف، سواء على مستوى التسجيل او على مستوى الاستقبال. فحاجه في قمه الاثاره والمتعه والجمال والتشويق. طيب الناحيه الثانيه خوزيه ريبيرو اللي يمتلك كتيبه اعدام، مش لعيبه كوره، سكواد او يكاد يكون سكوادين. وبعد ما كنا بنتوسم وبنأمل ان بعد ماتش فاركو طبعا، وحسينا ان الراجل ابتدى يظبط الكلام، الراجل قدر يقف على التشكيل المناسب وقدر يقف على التكتيك المناسب، اتحسن تكتيكه واتحسنت قراءته للماتشات عشان يطل علينا النهارده بأشياء من وحي الخيال، يعني تبديلات من وحي الخيال، قراءة للماتش في ظروف الماتش وظروف الملعب وظروف أرضية الملعب، ومصمم ان انا العب كرة على الارض، ومصمم على الاحتفاظ بلعيبه معينه في الملعب مع انها ما بتقدمش بجنيه. يعني واحد زي اشرف بن شرقي اللي كان افضل اللي موجودين سواء على صعيد الاجنحه تريزيجيه او جراديشار او والله احمد السيد زيزو كمان كان افضل واحد فيهم، ومع ذلك كان اول تغيير خروج اشرف بن شرقي، اللعيب اللي كان يقدر يحل لك لغز التكتل والاتوبيس اللي رصه رضا عبد العال ورا في ثلث ملعبه. عمر كمال اللي كان فتح خط الملعب في الشوط الاول وعامل جبهه متميزه مع تريزيجيه وزيزو في الشوط الاول نوعا ما، خرج عمر كمال عشان مين؟ خرج عشان كوكا ينزل ناحيه الشمال ويجي كريم فؤاد ناحيه اليمين. طب لما نيجي نبص للتغييره دي ونشوف ان كوكا يجي ناحيه الشمال، هل ايه اللي هيقدمه كوكا ناحيه الشمال؟ هل كوكا ناحيه الشمال كان حلو في يوم من الايام؟ ما كانش حلو والله خالص في يوم من الايام، في اي يوم كوكا ما كانش حلو ناحيه الشمال. كوكا ممكن يبقى حلو في نص الملعب. طيب انت كراجل متعادل محتاج كوكا ناحيه الشمال تعمل بيه ايه؟ طب محتاج كريم فؤاد ناحيه اليمين تعمل بيه ايه؟ طب ما عمر كمال كان مأدي لك وفاتح لك جبهه هجوميه. يمكن مشاكل عمر كمال في التغطيه الدفاعيه، الراجل على المستوى الهجومي وصل، كان واقف، الراجل كان واقف عند الخط وبتلعب له كور كروس باص تقريبا جوه منطقه الجزاء في الشوط الاول. فانت كان مشكلتك ايه في عمر جمال هجوميا؟ كان مشكلتك ايه؟ الراجل كان مأدي شوط اول هجوميا ممتاز، خرجته ولعبت كوكا باك شمال وجبت كريم فؤاد باك يمين. عدم الشغل الهجومي من ناحيه كوكا في الباك ليفت، مفيش اي تقدم خالص، ما شفناش كوكا خالص بيتقدم ولا مره بالكوره. طيب ابقيت على جراديشار لحد الدقيقه تقريبا 75 او اكتر تقريبا على حد ذاكرتي. ما عنديش مشكله في انك تبقى على جراديشار. جراديشار كان بيلعب كويس قوي مع المجموعه، يمكن في تحركاته ما كانش احسن حاجه او مش متحرك عشان يخلق فرص زي شريف بنفس الكفاءه، ولكن انا النهارده في الدقيقه 75 ولا 80 وعندي مهاجم والمفروض ان انا بلعب على ال3 نقط وان انا نادي اهلي. هل من المنطق ان انا او ليه بلاش من المنطق او ليه بدل ما انزل محمد شريف مكان جراديشار ما انزل محمد شريف والعبه جنب جراديشار، على الاقل احاول افك لغز الدفاع المتكتل ورا او العب على الكروس باص في منطقه الجزاء. لكن لا شفنا كروس باص ولا شفنا جمل بتتلعب، لان اصلا ارضيه الملعب سيئه. وصلنا من معلومات قبل اللقاء ان جماعه بتوع غزل المحله المنظمين للاستاد عملوا حركه صايعه قوي. عملوا ايه؟ اداريين الاهلي نزلوا قبل الماتش اثناء الاحماء وتفقدوا ارضيه الملعب وشافوا ان ارضيه الملعب جافه. ولما بتكون يا جماعه النجيله جافه، الناس اللي فاهمه وبتلعب كوره بتتحرك بشكل اصعب وبتقف، بتحتاج قوه اكبر من اللعيبه عشان الكوره توصل، فبالتالي رتم اللعب بيكون ابطا لما الارضيه بتاعه الملعب تكون مش مبلوله كويس. فطلب مسؤولين النادي الاهلي ان الارضيه تترش تاني، ولكن المسؤولين عن الاستاد او الاداريين بتوع غزل المحله رفضوا ان هم يرشوا ارضيه الملعب تاني. حركه صايعه بصراحه، احييكم عليها، وكله في مصلحه وبيخدم الكابتن علاء عبد العال. يا جماعه امال انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين غزل يهبط ولا ايه؟ عشان اكون منصف برضه نوعا ما، ان الاهلي بصراحه ضيع بكل الطرق وبكل الشكليات وبكل الاوضاع. كره في القائم ضاعت، كره في العارضه من تريزيجيه ضاعت، تسديد من بعيد سددنا، تسديد من قريب سددنا، كور في منطقه الجزاء بالهيد او بالرجل
ضيعنا. فكان في سوء توفيق بشكل رهيب جدا. وبرده خلينا احيي لعيبه غزل المحله اللي كانت بتلعب بتفاني. والله يمكن لو المحله بيلعب بنفس التفاني ده طول الدوري اضمن لهم البقاء والمنافسه على مراكز متقدمه كمان في الدوري والله. فالماتش ده يبين لك حاجات كتير. يبين لك اول حاجه ان حسين الشحات خلاص تقريبا ايامه في النادي الاهلي معدوده. يبين لك ان الاهلي عنده هاجس وصداع في دماغه بسبب الباك ليفت. ازمه من بعد علي معلول. محتاج مهاجم سوبر بجوار محمد شريف وجرادشار. واخيرا مش عايز اقول ان الاهلي ممكن يكون محتاج مدرب، لان اللي انا شايفه من ريبيرو الراجل عنده مشكله كبيره في قراءته لمجريات الماتشات. ما بيقدرش يتعامل مع الماتشات حسب ما الماتش محتاج ايه قياسا على امكانيات لعيبتي. تغييرات كتير النهارده حصلت تبين لك الكلام اللي انا بقوله ده. فلو استمرنا على كده وبالارقام اللي ريبيرو بيقدمها فاعتقد ان كمان ريبيرو ايامه مش تبقى طويله في النادي الاهلي، خصوصا ان الراجل لعب 6 ماتشات لحد دلوقتي. لك ان تتخيل خساره وفوز وحيد و4 تعادلات. الماتش الجاي عندنا بيراميدز، الماتش الجاي عندنا بطل افريقيا. اتمنى ان احنا نشوف اداء مغاير. اتمنى ان الراجل يدرس الخصم كويس، ان هو معروف للقاسي والداني في الدوري المصري. فاتمنى نشوف الاهلي بالقدرات اللي موجوده في الاهلي، نشوف بقى الاداء اللي احنا مستنيينه من القدرات اللي عندنا دي. مش عايزين فتح الله يبارك لك وعجن الله يخليك. اخويا الاهلاوي لو وصلت لحد هنا اشكرك شكرا جزيلا، وفضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وانزل اعمل لايك للفيديو دلوقتي عشان يشوفوا اكبر عدد من المتابعين. اشكركم مره ثانيه شكرا جزيلا، وسلام عليكم.